المقدمه الاول ولا البتاع الاول؟ وانت بتستاهلي عايزه ما تحسسيش في الاسم وانا فين ده هو حسيت يا اختي خلاص يا اختي احسبيها على جنب خلاص والله حلوه هتعرفي الكواليس المقدمه اعملي كل ده وفي الاخر مستنيك عليا. طب نعمل المقدمه ولا النهايه؟ نختم ولا النهايه؟ انا هعمل المقدمه شاملين. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده. وما تنسوش بقى تعملوا لايك على الفيديو ده. طبعا الفيديو مش محتاج ان هو يتكلم، يعني هو بيتكلم عن نفسه، هو شارح نفسه بنفسه. يا جماعه انا اتقطم ظهري. مجهود يا جماعه، يعني ايه مجهود يومين؟ ده مجهود يومين. بصوا بقى كل الحاجات دي يومين انا عاملاه النهارده. ما انا غسلت امبارح يبقى يومين. هي اللي غسلت وده عامله ده كل النهارده مش والله يومين. العظيم يا جماعه انا غاسله، بصوا انا غاسله 8 فرخات وايه والله العظيم 9 فرخات و2 كيلو دبابيس انا كنت عايزه اغسل كمان و10 كيلو صدور فراخ وايه تاني وحاجات كتير حاجات ايوه كتير. كنت عايزه اغسلهم كمان. ايوه هي بص انا هشرح لكم على حاجه. هي قالت لي انا متبرعه وهعمل لك تفريزات الفراخ واللحمه والخضار وكل انا حاجه. ما قلتش حاجه. انا ما قلتش حاجه. انا عملت دول وظهري اتقطم، مش عامله حاجه. قالت لي انا هعمل لك، قلت لها ده تعب ده تعب. قالت لي ايه ده مش هياخدوا ساعه زمن، ده انا اعملهم بصباع رجلي الصغير. والله قلت طب خلاص يمكن هي ليها طريقه غيري انا. دلوقتي قلت يمكن هي ليها طريقه غيري انا. طب خلاص مش مشكله تعالي. قالت لي هاجي. المفروض بقى الكلام ده كان من امبارح. انا وقفت غسلت كل اللي انا حكيت لكم عليه ده، وبعدين للاسف امبارح كان في حوار داير فالدنيا كانت مقلوبه فما عرفناش. بتاعت الحوارات دي حواراتها ما بتخلصش. والله يا جماعه غصب عني، والله غصب عني. المهم يا جماعه انا هبهركم النهارده بالوصفات دي، يعني بصوا مفيش بقى تفريز مع صراحه ربنا عشان يعني ايه شهاده حق تتقال. هي تعبت وانا تعبت. انتوا عارفين انا هقول لكم على حاجه. انتوا عارفين احنا كنا عاملين زي مين النهارده؟ والله العظيم زي الشيف حسن والراجل اللي هو بيوقف وراه. بقول لها انت الاستيور بتاعي. والله العظيم هي عماله تتبل وتعمل مش عارفه، وانا عماله ايه اغسل اللي يطلع، كل المواعين اللي تطلع واقفه على الحوض وعماله ايه اغسلها ابشر لها بصلايه ربنا بكلمكم دلوقتي وفي حد زي ما يكون ايه مديني علقه ولا ايه مش عارفه. وانا كمان والله تعبت. ده انا اكتفي مش قادره اقول لكم، مش حاسه بيها. انا هقول لكم غسلت قد ايه. انتوا عارفين بقى غسيل الفراخ بقى وجواه كده من معامقها بقى ونقع وغسل وشطف وتصفيه. لا احنا اتهلكنا وهي بصراحه النهارده تعبت. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه هنا كده انا كنت لسه جايبه الفراخ من المحل بتاع الفراخ. كلمته كده وقلت له انا عايزه، انا بصوا ما بجيبش من عند اي حد، انا في حد كده معين بجيب من عنده لانه بيغسل لي الفراخ، بيغسلها لي كده بالليمون وبيجيبها لي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، مغسوله بالليمون ومتنضفه كويس جدا، ما بيبقاش جواها حاجات كتير، ما تتعبنيش قوي في التنظيف زي ما الفراخ بتكون مش متنضفه او زي ما انتم شايفين كده بيبقى غسلها بالليمون وحاطط عليها شرايح الليمون. جبت منه الكميه دي كلها، جبت 10 صدور فراخ سلام، احنا اللي قطعناهم يعني، ندى بقى اللي قطعتهم. وجبت دي دبابيس كانت عندي في الفريزر، كان عندي 2 كيلو وانا جبت 2 كيلو. و جبت كده 9 فرخات، كانوا 8 سلام وكانت فرخه شيش زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كل ده بقى هناخده وهغسله، بس مش هصور لكم بقى المقطع ده عشان الغسيل والكلام ده كله كان واخد مني وقت ومجهود جامد قوي. بس انتوا طبعا عارفين طريقتي في محلول النقع، بعمل بغسل وبحط دقيق وملح وخل وليمون وقرفه عشان القرفه بتضيع الزفاره، يبقى دقيق وملح وخل وليمون والقرفه، وبدعك بيها الفراخ وبسيبها منقوعه فيها كده يجي ساعتين ولا حاجه. وبعد كده بقى ببدا ان انا اشطفها واسيبها بقى ان هي تتصفى تماما قبل التجهيز. طبعا انا خلصت بقى الكلام ده كله، وندى بقى هتكمل معاكم باقي الفيديو. عملنا الفراخ، يعني كل ده اشرحه لكم انا بقى ايه بالبق كده مع نفسي. انا بصوا هو انا يا جماعه للاسف معلش يعني انا مش هعرف ان انا امنتج لكم باقي الفيديو، هي اللي هتتكلم عليه عشان هي اللي عملت، فهي اللي عارفه التوابل اللي حطيتها وعملت ايه وسوت ايه. فانا قلت بس ايه اطلع لكم كمان في الاستغلال في المونتاج طب كمان. ما انا ما اعرفش هي حطت توابل ايه وعملت ايه، ما هي اللي كانت بتصور فانا مش عارفه. فللاسف هتضطر ان هي اللي تقول لكم المقادير بتاعت كل وصفه من الوصفات الحلوه الكتيره قوي اللي احنا عاملينها النهارده، عشان تقعد في رمضان تبرطع وتنام وتشخر وانا ايه
بتدعي لي بس يا جماعه والله لا، تفريزات رمضان مش علشان كده، مش عشان هو ده، عشان في ناس انا عارفه تدخل تقول لك ايه هو ده شهر مش عشان شهر الاكل وانتوا بتحوشوا الاكل. انا عن نفسي عامه انا بحب اعمل تفريزات في البيت عامه بعيدا عن رمضان. اولا هي بتوفر وقت وبتوفر مجهود، جالك حد على غفله مش لسه بقى هتسيبيه وتقومي تطبخي، لا حاجتك هتبقى جاهزه على طول على التسويه. فاهمين؟ انا بقى ليه بحب افرز في رمضان؟ لانه انا بعتبر رمضان ده يعني هو زي العمره، هو شهر بيجي في السنه الواحد بيغسل فيه كل الذنوب، بتيجي تطوف في رمضان بس. بيغسل فيه الذنوب اللي هو بيعملها طول السنه. يعني مثلا طول السنه احنا مش بنصلي دايركت، بنقطع. في رمضان طبعا انا عن نفسي، اتكلمي عن نفسك. انا هسكت انا مش هتكلم. انا عن نفسي بقطع، لكن في رمضان انا ما ينفعش ان انا افوت فرض. في رمضان انا لازم اختم المصحف. في رمضان ده شهر بالنسبه لي العباده، فمش عايزه اقعد انا اقف في المطبخ وان انا بقى اعمل اكل وما اعرفش ايه، واليوم يجي ما يبقاش عندي وقت ان انا اصلي ولا اختم القران ولا الكلام ده كله. اصيله يا مرحب، اصيله. فعشان كده بقى انا بجهز نفسي ان انا احضر كل حاجه، فبيبقى اليوم عندي فيه فراغ ان انا اعمل فيه اللي انا عايزاه. فتعالوا بقى الشيف ندى دلوقتي هتشرح لكم كل الوصفات والحركات والحاجات اللي هي عملتها النهارده. وهي تروح تغسل المواعين. استني فين المايك؟ فين؟ والله العظيم غسلت قد كده لما اكتفي وجعاني، اما حاسه ان انا هطير زي الفراخ. المهم ان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده، لان فيه وصفات كتير قوي، تفريزات، تتبيلات مختلفه. هي ما شاء الله الله اكبر، عملت كل انواع الوصفات اللي ينفع تتعمل بالفراخ. فيا جماعه ايه، بصوا حطوا لايكات كتير جدا على الفيديو ده تقديرا لمجهودها عشان هي تعبت. ظهري بقى في اتب كده، وانا كمان تعبت. انا تعبت، انا كنت شغاله وراه زي الراجل اللي بيبقى واقف ورا الشيف حسن يا جماعه والله العظيم. هي بتاكل وانا اغسل، هي بتاكل وانا تجيب البصلايه انا ابشرها ابشر القطايه. لا انت جيتي في الاواخر، انا كنت بعمل ده كل ده الاول لوحدي. هما مرتين، انت بشرتي مره انا بشرت مره. يلا سيبكم بقى مع الفيديو. انا بقى انا خلصت فهسيبكم بقى المايك معاها هي تشرح لكم بقى كل وصفه اتعملت ازاي. اتفضلي بقى زهقتينا. حلو عليكي كده اهو. تعالوا نسمي الله بقى واقول لكم الوصفات اللي عملتها. اول حاجه كده كان عندي دبابيس فراخ، ف اخدت منها كده جزء وقلت ايه انا غازها كده بالستيكس عشان تتشرب التتبيله كويس. وبعد كده عملت لها تتبيله عباره عن كاتشب وصويا صوص، ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ. بصوا الملح والفلفل الاسود بهارات الفراخ عشان طبيعي دي وصفات فراخ فمشتركه معانا في كل الايه التتبيلات يعني، وبابريكا، وده زيت زيتون. تمام. وطبعا الملح. قلبت كويس، وبعد كده ايه حطيت الدبابيس فيها وقلبت بقى كويس كده لحد ما تشرب كويس من التتبيله. وبعد كده بجيب طبق فويل يكون على قد الكميه، وبرص بقى الدبابيس بتاعتي دي وتحتيها بقى كيس. تمام. وبركنها بقى على جنب لحد ما اكمل كل الوصفات. كل الوصفات اللي احنا بنعملها دي هقول لكم في الاخر انا عايزه اقول ايه. دي تاني وصفه دبابيس، ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر. بصل باودر كان محجر شويه فابتديت اعمله كده بالخله كده عشان ايه انزله شويه منها. وحطيت كده مستردة وخفيتهم ببق ميه، وبعد كده نزلت فيها ايه الدبابيس بتاعتي. ركزوا معايا بقى عشان هنعمل تتبيلات كتير قوي. بعد كده بقى جبت عندي ايه بقسماط مطحون، وكان عليه شويه نشا بس هو جاي جاهز كده يعني من عند العطار، وحطيت عليه ملح وفلفل وبهارات فراخ، وابتديت ان انا اعملها ايه زي فراخ بالفيجيتار كده. تمام. طبعا الفراخ بالفيجيتار عملتها من غير ولا بيض ولا اي حاجه خالص، ولا عملت لها مارينيه اصلا اللي هو بيبقى سايل ولا الكلام ده، لا تتبيله بسيطه خالص وسهله وطعمها حلو من غير بيض خالص. جربوها تعجبكم. هنا بقى عملت تتبيله ثالثه برضو للدبابيس عباره عن صويا صوص، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وشويه من الزعتر. بتبقى تحفه الزعتر مع الصويا صوص. وظبطت الملح وحطيت زيت زيتون ومعلقتين زبادي. طبعا ميكس الزبادي مع الزعتر والصويا صوص رهيب، جربوها تعجبكم قوي. وحطيت الدبابيس. طبعا شغل المعلقه ده ما بياكلش معايا بصراحه وبتضايق وبطول، فبصراحه انا ايدي نظيفه وزي الفل وبغسلها 200 مره طول ما انا بعمل اي حاجه في المطبخ، فاتصرفت كده بقى بايديا وانتم مننا وعلينا يعني. طبعا مش هرمي التتبيله هحطها عليها بس، وركنتها بقى جنب اختها.
هنا بقى كان عندي صدور الفراخ، فطبعا هستغلها احسن استغلال. قطعت كل الموز اللي هي الحته الفليتو دي اللي بتبقى طريه في ظهر الصدر، وخليتها عشان نعمل بيها كميه الاستريبس اللي انتوا تشوفوها دلوقتي. وخليت بقى كده الصدور العريضه او الصدور اللي حجمها كبير من الفراخ اللي اوزانها كبيره، هي دي اللي هنعمل بيها ايه كوردون بلو، والتانيه بانيه عادي. اللي انا بقطعها صغير دي القطع اللي هي طبعا متهربده شويه مش متسويه الكلام ده، قطعتها تبقى شاورما. فكده بقى ما هدرتش اي حاجه وعملت الحاجه على اكمل وجه. حطيت 5 بيضات صغيرين، عليهم حوالي نص كوبايه من الخل، وملح وفلفل بهارات فراخ وروزماري مجفف او بودره عادي، او لو فريش برضو عادي، وبصلتين متوسطين مبشوره. وربيت كل ده طبعا مع فلح ايه مع ملح وفلفل ندى تسمع الفيديو تموت من الضحك عليا. مع ملح وفلفل وبهارات فراخ وبس كده. ونقعت بقى فيهم البانيه يتشرب بقى كام ساعه كده براحته عقبال ما اخلص. هنا بقى هنعمل الموز او الفليتو بتاعت صدور الفراخ دي ستريبس. حطيت كميه كده من الدقيق، عليها ملح وفلفل بهارات فراخ توم باودر بصل باودر، حطيت اللي انتوا بتشوفوه ده كده، حطيت جنزبيل، وحطيت اللون ده اسمه صفار زعفران، بيخلي لونه جميل قوي قوي وشكله تحفه. ممكن تحطوا بداله كركم. وحطيت بقى الميوز بتاعتي كده. عايزه اقول لكم على حاجه، لازم التتبيلات بتاعتنا واحنا بنعملها تكون الفراخ بتاعتنا مغسوله متصفيه متنشفه بمناديل ما فيهاش ولا نقطه ميه. تمام. بصوا بقول لها حطي زيت تاني عشان ناوي اعمل الاستريبس ده نص مقلي زي الحاجات اللي انتوا بتجيبوها من بره زي اطياب والحاجات دي. اتفضلي بقى بتقولي ايه؟ فضيت لها ازازه كامله في الطاسه. الزيت دي كانت بتغني انا وهي عشان زعلانه ان انا بقول لها اعملي زيت غزير. هوديه ليه فين يعني؟ بتتخانق معايا تقول لي الحاجه غاليه. مش على هتوديه، المفروض تبقي توفري عشان الدنيا غلا. نعمل ستريبس بازازتين زيت بخار بيوت. ما انت هتفرزيه اهو يا بنتي وانت تاكليه مره واحده. انا شربتها زيت برضه جاي في كميه قليله. يا لهوي اتصلت من هنا حسبي الله ونعم الوكيل. كتير. وابتديت بقى اطلع الستريبس كده بعد ما اتنقع في التتبيله شويه. بصوا قاعده ازاي ولا ليها اي لازمه في الحياه، كل شويه تقوم تغسل لها طبقين وترجع. والدقيق الجاف اللي الناحيه التانية ده عليه نفس التوابل والبهارات وكل حاجه اللي احنا حطيناها على ده، على الاولاني بس على الناشف من غير ما نخفه بميه. والستريبس ده يا دوبك قعد دقيقه ونص في زيت سخن غزير. اول ما يعمل القشور بتاعته دي وتلاقيها نشفت بتقليه كده يا دوبك دقيقه ونص وتطلعيه. ده اسمه نص قليه، زي الفراخ النص مقليه اللي بنجيبها من السوبر ماركت، اللي انا ما بجيبهاش يعني محبش بصراحه الحاجات دي بالذات لو كانت مفرومه. بصوا بقى، يعني عم كنتاكي نفسه ما يعرفش يعمل ستريبس زي بتاعنا ده، صح؟ وده مش غرور والله يا جماعه تضحكوا ضحك السنين في الفيديو ده. طبعا هي ضاقت حته، اقول لها يا بنتي ما استوتش، تقولي لا استوت وجميل. سخني لنا بقى يا اختي رغيفين بقى وتعالي بقى قمريهم على النار كده وطولي بقى على كام حته كده في الزيت يتحمروا كويس ويلا بقى. عملنا سندوتشين، عملنا 4 سندوتشات بصراحه، يعني خليت ناكل التاني بالعافيه. وبعد كده عملت بقى بقيه الاستريبس كله، عملنا براد الشاي بقى على النار زي ما انتم شايفين كده وخربناه كنا جوعنا بصراحه وما كنتش فطرت. وابتديت بقى ايه، بصوا هو لونه عامل ازاي، بس لونه كده من صفار الزعفران. تمام، بس هو نص مقلي، يعني عايز يتقلي قليه كمان. طبعا بيبقى مقرمش وتحفه. بعد كده طلعيه في اي وقت في زيت سخن غزير وهو مجمد واقلي على طول. دي بقى تتبيله الفراخ الشيش، عباره عن بصله مبشوره، طماطم مبشوره، عصير ليمون كتير، ملح وفلفل. عايز تحطي بهارات فراخ حطي، مش عايزه براحتك، بس هي ملح وفلفل الاساسي مع الكلام ده، وعصير ليمون وشويه زيت. وحطيت فيها فرخه متقطعه شيش تقريبا على 12 حته وبس، وركنتها برضو على جنب. هنا بعمل تتبيله الشاورما، عباره عن كوبايه زبادي كبيره وعصير ليمون وزيت وخل وملح وفلفل وبهارات فراخ طبعا، توم باودر وبصل باودر، ولو عندك عصير برتقانه حطيه عليها، بتبقى شاورما عالميه. وقلبت بقى الفراخ اللي انا قطعتها شاورما كده، اللي احنا هدرناها من صدور الفراخ، وركنتها برضو على جنب. هنا بقى قطعت كام صدر كده من الفراخ هعمله ناجتس، فرمته في الكبه بتاعت براون اللي ندى جايباها جديده، يشلتني شويه بس شغاله يعني حلوه هي، بس عايزه ما تكتريش عليها. والفراخ اتفرمت اهي، حطيت عليها ملح وفلفل بهارات فراخ توم باودر بصل باودر، بس الملح الفلفل الاسود اللي انا حطيته فلفل
ابيض عشان ما يغمقش لون الفراخ من جوه. واللي انا دخلته ده معلقتين 3 بقسماط لحد ما تبقى عجينه متماسكه معايا. وجبت صاج دهنته بمنديل فيه زيت، ودهنت يعني فردت الفراخ المفرومه اللي احنا تبلناها دي على الصاج بسمك تقريبا 1 ملي او 1.5 ملي، ودخلته الفريزر. بعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. ده بقى خلطة البرجر، نفس التوابل بتاعة الناجتس، زودت عليها جنزبيل وبهارات فراخ اكتر شوية، وصويا صوص. صويا صوص اساسي تحطيها في البرجر بتاع الفراخ، بيخليه في حتة تانية خالص. وعجنتها كويس قوي بايدي. وبعد كده جبت المكبس وحطيت بقى قطعة وفي قلب الكيس واقفل عليها، وهكذا زي ما انتوا عارفين بقى. ما عندكيش المكبس ده، في علبة جبنة مثلثات قديمة واشتغل. هنا بقى كنت بعمل الكوردون بلو، انا مقطعه بقى كله بني كده، فاهمين؟ خدت بقى الشرايح الكبيره وبين كيسين دقدقتها بالمدق كده، وحطيت ملح وفلفل، بهارات فراخ، رشه من البابريكا. ونراعي دايما ان احنا لما نعمل كوردون بلو نعمل التتبيله بتاعته اي تتبيله احنا بنحبها، مش هتفرق، بس على الناشف، يعني لا نحط زيت ولا خل ولا ليمون ولا اي حاجه سايله في التتبيله، عشان لما تيجي تلفي او تلفي الجبنه في رول كده كله ما يندمجش ببعضه، وتلاقيها بقت عباره عن حاجات بتنقط كده وحاجات مش حلوه خالص، ويفك منك في الزيت. بجيب بقى الشريحه كده وبحط التركي المدخن وشريحه الجبنه الشيدر، وبلفها رول زي ما انتوا شايفين كده. موضوع بسيط خالص. في طريقه تانية ان انتي بتجيبي برضو القطعه تحطيها على البلاستيك راب كده، وتحطي التركي المدخن مع الشيدر وتلفيهم هما الاول، بعد كده تلفي شريحه الفراخ عليها، وهكذا. بعد كده بقى باخد القطعه دي احطها في الفريزر تمسك نفسها شويه، حوالي نص ساعه. جينا هنا بقى البانيه. بصوا بقى انا بعمل ايه بقى، يعني مخليها ان هي تطلع تقلي بس، مش حتى تطلع تعمل في البقسماط والبيض والكلام ده. شفتوا الدلع اللي انا، شفتوا الهنا اللي انا فيه؟ حد يلاقي دلع وما يتدلعش؟ يلا حرو نار. هنا بقى طلعت البانيه ببوله تانية كده، وطبق من الدقيق اطلعه احطه في نفس الخلطه من غير ما اكسر بيض تاني، تمام؟ وبعد كده احطه في البقسماط، وهكذا. خلصت كل الكميه وحطيتها في الفريزر تشد شويه، عشان لما نيجي بقى نحط في الاطباق ونفرزها ما يبقاش كله يتعين فوق بعضه، والبقسماط تلاقيه ندى تاني من التتبيله اللي على البانيه وكده، فاهميني؟ بنضف بقى مكاني عشان الرخامه كانت امورها ساقت قوي على الاخر. اول باول كده ننضف لحسن تقول عليا معفنه ولا حاجه، انا عارفاها، اعوذ بالله. الناجتس بقى كان الصاج اللي انا حطيته بقى يشد شويه، كان خلاص يعني شد شويه في الفريزر كده وجمد. بعد كده جبت بقى الكورن فليكس المطحون ده من عند العطار، جانا راحت جابته وجت، جانا دي حبيبتي. وبعد كده ابتديت ان انا اقطع الصاج بتاعي. بصوا اكني بتاع بسبوسه انا. قطعتها كده مربعات، تقطعها توابل انا بقيت اخرف قطع كده بالطول اللي انت عايزه، اي تقطيعه تحبيها تشكليها بنجوم وقلوب وحركات ودباديب للاطفال، مفيش مشكله. هنا كسرت بيضه وشويه من اللبن كده وملح وفلفل، وابتديت انزل القطع فيها، لازم تبقى مجمده عشان تعرفي تمسكيها، وانزلها في الدقيق، وبعد كده في الخليط السائل ده، وبعد كده في الكورن فليكس. الكورن فليكس ده برضو انا كان جاي مجروش شويه، فانا طحنته اكتر في الكبه، وحطيت عليه ملح وفلفل ابيض وبهارات فراخ. خلصت الناجتس وحطيته برضو في الفريزر يشد شويه عشان الكريسبي ده يعني يبقى عليه. ونفس الخلطه اهي برضو عملت فيها ايه الكوردون بلو، وبرضو دخلته الفريزر يمسك ويشد عليه. حاجه دي تعمليها تدخليها الفريزر على طول، تمام؟ عشان تعرفي تفرزي براحتك والحاجه تجمد وتنشف. هنا كنت بعمل خلطه حمام كداب. الحمام الكداب ملوش خلطه معينه، اي تتبيله انت بتحبيها. انا حطيت معلقه كاتشب، ملح وفلفل، بهارات فراخ وعصره ليمون وشويه زيت، وتبلت بيها ايه الاوراق ومن تحت الجلد كويس قوي، وخلاص. اي تتبيله بتحبيها مفيش اي مشكله. وحطيتها كده، هي بقى تبقى تحشيه رز بقى بالكبد والقوانص ولا بالخضار بقى، يعني مش هعمل دي كمان. وبعدين مبحبش احط رز واسيبه في الفريزر بصراحه، يعني يكون ناشف كده، لا لازم يكون مستوي. هنا كانت خلاص يعني ايه قربت شطه بالليله، فحطيت بقى كده طبقين، وقسمت الشاورما على 2 كده على حسب ايه ما هي هتطبخ.
هنا بقى جبت تفريزات الفراخ السليمة. اول تتبيلة حطيت كاتشب وزيت وملح وفلفل، بهارات فراخ، بابريكا. حطي اي توابل تحبيها على بهارات الفراخ والبابريكا والفلفل الاسود والملح، بس هي حاجات مختلفة. تمام. بعد كده بقى ايه يعني من تحت الجلد برضو طبعا واحنا بننضف ايه، وندى بتنضف عشان ما ننضفش فراخ طبعا عشان ما نظلمهاش. خلينا كده خالية من تحت الجلد كده، وشايلة بقى الحاجات الزفارة بقى اللي تحت والزائل الزلالي وكل حاجة، وخليها كويس عشان ايه اعرف اتبل من تحتيها. تمام. وحطيناها بقى في الكياس اللي هي زي بتاعت ايكيا دي، الكياس دي حلوه وعمليه بصراحه. وحطينا كده الفرخه مفروده فيها عشان تبقى تحطها هي في الاير فراير، تحطها في الفرن، تحط تحتيها بطاطس ويدجز، تعمل اي حاجه تبقى سهله عليها. هما بيحبوا الفراخ المشويه بتتبيلات مختلفه كده، لكن السلق هي بتعمله في فراخ بلدي يعني. تمام. دي تتبيله الفراخ المشويه زي اللي احنا عملناها للفرخه الشيش بالظبط. بصلايه مبشوره، طماطميه مبشوره، وملح وفلفل، وبهارات فراخ او لا زي ما تحبي، شويه زيت وعصير ليمون. بس انا قلت اعملها لها كمان في فرخه كامله عشان هما بيحبوها. تتبيله بقى البصل والطماطم بقى بالبهارات كده، حشيتها كده من تحت الجلد ومن عند الاوراق. ما ننساهاش يا جماعه، لازم تبقى الفرخه مخليه كلها، مش نخلي من عند الصدر ونسيب الورك، لازم نطعمها. بجد في ناس بتقوم حامله التتبيله من على الجلد من بره وخلاص خلصنا على كده. فين الطعم؟ فين الطعم ده؟ لو كانت مسلوقه كانت هتبقى احسن. فنخدم الحاجه صح عشان ناكل حاجه صح، مبقاش جايبين ومكلفين وبتاع والكلام ده. احنا جايب يعني ندى جايبه كميه عشان هي بيبقى عندها عزايم في رمضان وبتاع والكلام ده، ف تسعفها يعني في الاوقات دي لان مبتعرفش تعمل حاجه من ولادها. هنا بقى تتبيله العسل والمستردة، مستردة وعسل ابيض وملح وفلفل، بهارات فراخ، شويه جنزبيل وعصير ليمون. حطيه براحتك، بس ايه مفضلوش قوي معاها عشان ايه عايزه طعم المستردة هو اللي يضغي، تبقى طعمها حلو. ما تخافوش العسل مش بيبان. ومن تحت الجلد برضو، ومن فوق، ومن ظهر الفرخه، ومن بطنها، وكل حاجه في حياتها يعني. عملت لها كده ايه جلسات المساج اللي هم يعني الفراخ دي انا بحقد عليها والله من اللي اتعمل فيه. وبس انا عملت باقي ال8 فرخات الصحاح برضو بتتبيلات مختلفه، بس عباره ايه عن اعشاب، روزماري، زعتر، الكلام ده، ونوعت. فبصراحه ما قدرتش اصور اكتر من كده. ادي الشاورما، الستريبس، البرجر، 8 فرخات بحاجات مختلفه انا عملتها معاكم مليون مره. الحمام الكداب، الفرخه الشيش، الدبابيس بتتبيلات مختلفه، الناجتس، البانيه، الكوردون بلو، الفراخ بالفيجيتار. يعني بصوا انا اظن يعني كفيت ووفيت. صح. لو الجزمه دي قالت لي على حاجه تاني ده لسه بتقول لي ايه احنا هنعمل خضار مع بعض وما اعرفش ايه، اقول لها عند امه يا ادهم. يا جماعه شايفين هدومي؟ انا بقيت حاسه ان انا مش انا. بصوا المنظر، بصوا بصوا عامله فيا ايه، شايفين؟ انت بتتكلمي بقيت عليا، عايزه اتنقع والله عشان انضف اساسا من ريحه الفراخ. بتتكلمي عليا وانا مش موجوده. انت بصراحه تعملي بتتكلمي عليا مش موجوده. المايك معاكي، تعالي يلا عشان تشرحي لنا. اقول سمعني احلى صدى صوت وواحد اتنين تلاته اطلع من البيت. اسمع يلا عشان انت ده جايبه لي ورقه وقلم وهكتب عليهم وكمان اغلفهم ومعرفش يا ايه. جماعه مش اللي يعمل حاجه طبيعي يعملها للاخر، شمي بقى واكتبي. مش اللي يعمل حاجه يكملها للاخر، ولا تعرفي تبقى عاملين زي اللي عملت ايه، زي اللي عملت طبق رز بلبن ورشت عليه شويه تراب. بصوا يا جماعه احنا عملنا ايه، بانيه وناجتس وفراخ بالفيجيتار وكوردون بلو وستريبس. بس الستريبس ده بقى ايه، بصوا زي نص مقلي، بس هو انتوا اللون بس بتاعه يعني هو اللي هيزودكوا شويه عشان ده محطوط له زعفران، لكن هو مقلي نص قليه زي الحاجات بتاعت اطياب والحاجات دي. تمام. وفراخ شيش، حمام كداب، ووصفات بقى وشاورما وبرجر وكل بقى الفراخ اللي انتوا شايفينها دي بتتبيلات مختلفه. هشرحها لكم انا بقى ايه على رواقه كده، ربنا ينتهي بالسلامه. هسيب لها فيديو تمنتج شويه مع نصايح فلانين، لان انا خلاص انا عن نفسي فصلت. بس وانت معاكي ربنا. قولي لهم بقى الفراخ اللي انت عملتيها دي ايه ودي ايه ودي ايه. انا اقول لهم انا بشرح بقى وانا اقعد اعيد مرتين. والله العظيم انا قعدت اقول اعملي كل فرختين تتبيله واحده عشان ما تتعبيش وننجز يعني انا ده جسدتي اصلا ان انا عايزه اخليها تبقى متنوعه يعني. كل فرخه بطريقه يا بنتي عشان ما انا تعبت لها والله. بصي
تستاهل والله تعبت بامانه، تعبت النهارده شالت حاجه بس مش قوي يعني، عادي يعني. هي اللي قعدت تقول ده انا اعملهم بصباع رجلي الصغير، ده انا ده كده ساعه زمن يعني، مش هياخدوا وقت اصلا. يلا يا جماعه سلام، عشان مش هنلاقي وقت الفيديو هيبقى 50 دقيقه يعني. اصلا والله هو اصلا اصول الفيديو ده كان يتقسم على مرتين. هنشوف